السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ اخباركم ايه؟ هنتكلم في فيديو النهارده عن افضل موتوسيكل ينفع للشغل، سواء توصيل طلبات او توصيل اشخاص. لكن كان التركيز الاكبر ان الموتوسيكل يكون سعره اقتصادي في ظل غلاء الاسعار، يعني سعره ما يتعداش ال50,000 جنيه، ويكون بيقدم مواصفات محترمه، ويكون موفر في البنزين وقطع غياره متوفره. اولا حابب اشكر كل اللي كتب لي تعليق ايجابي او كلمه حلوه وبيشجعني اني اكمل. بحبكم في الله، ويا رب دايما اكون عند حسن ظنكم. علشان ما اطولش عليكم، ما تنساش تصلي على الحبيب محمد وتدعوا لاخواتنا، ويلا بينا نبدا الفيديو. الموتوسيكل اللي معانا النهارده هو فيجوري 26. الموتوسيكل ده ممتاز جدا في الشغل، وهو الاخ التوأم للدايو 26 لكن بسعر ارخص. اولا الموتور، الموتوسيكل بيجي بموتور بقوه 150 سي كاربيراتير، واستهلاك البنزين من 38 ل 42 لتر في كل 100 كيلو، وده رقم محترم جدا. والموتور بيجي كاتينا مش اسياخ، وده بيخلي الموتور صوته ناعم جدا، وبالاخص مع السرعات العاليه. الموتور مزود بفتحه بوجيه وفتحه شكمان واحد. وفيه ميزه اضافيه ان الموتوسيكل بيجي بانجن جارد محيط بالموتور مع قطعه بارزه لحمايه التانك من الصدمات. وننتقل للكاوتش والفرامل. الموتوسيكل بيجي بجنطه امامي مقاس 100 على 17 مع رفرف امامي من المعدن خاماته محترمه، ومزود بفرامل اماميه باكن ديسك 2 بيستم، وعرض الاسطوانه كويس جدا. وبيجي بكاوتش خلفي مقاس 110 على 17 ونقشته خشنه، وده هيساعدك انك تتحكم في الموتوسيكل في الطرقات المبتله، مع فرامل خلفيه عاديه من التيل. كنت افضل انها تيجي بفرامل باكم، لكن في الفئه السعريه دي كلها بتنزل بفرامل تيل، لكن اداء الفرامل كويس جدا. وننتقل للاضاءه. الاضاءه في الموتوسيكل بتيجي بلمبات هالوجين العاديه، سواء في الكشاف الامامي او الكشاف الخلفي والاشارات، فهتحتاج تغير لمبه الكشاف الامامي علشان يديك اداء افضل في الطرقات المظلمه. الموتوسيكل مزود بمساعدين اماميه عدله مش مقلوبه، وده المعتاد في الفئه السعريه دي، لكن مزود بمساعدين خلفيه دبل، وده كويس جدا في شيل الاوزان التقيله على الموتوسيكل، هتديك اداء محترم. ومزود كمان بشبكه خلفيه، ودي هتساعدك لو هتحط صندوق للشغل في الطلبات، او لو هتربط حاجه وراك وانت سايق الموتوسيكل. وبرضه لو هتشتغل في توصيل الافراد هتكون كويسه جدا، وهتدي راحه للراكب الخلفي. وايضا مزود بشبكه جانبيه يمين وشمال الموتوسيكل، وايضا بدوastين، وده هيديك راحه للراكب الخلفي سواء راجل او ست، يعني لو جيت تاخد في مره المدام وراك هيكون مريح جدا بالنسبه لها. الموتوسيكل ايضا مزود بكفر على طقم الجر زي الموتوسيكلات الهندي، وده بيحافظ على طقم الجر من العوامل الخارجيه. ننتقل للشكل والتصميم. الموتوسيكل هنا شكله كويس جدا، حاطين فيه تاتش شبابي شويه، وفيه منه كذا لون، يعني برضه هينفع في الخروجات، ولو هتسلي نفسك بالموتوسيكل شويه فهيكون كويس جدا. الموتوسيكل سعره عامل من 42 ل 45 الف جنيه حسب كل تاجر. الملخص العام، الملخص انك لو عايز موتوسيكل شكله كويس واداؤه محترم وما بيستهلكش بنزين وقطع غيار متوفره في كل مكان، فانصحك بالموتوسيكل ده. موتوسيكل محترم جدا وبيلبي كل الاغراض ومش هيكل معاك. وبس كده، دي كانت كل حاجه في فيديو النهارده. اتمنى اكون فدتكم في الفيديو، ولو عندك اي استفسار او طلب اكتب لي في التعليقات. ما تنساش اللايك والاشتراك. دمتم في امان الله.